ايش اقول لك، بس انا مره مبسوط الحمد لله انه تحقق الشيء اللي انا كنت اتمناه. الحمد لله انه تسهلت الامور وحققت الشيء اللي انا ابغاه والاداره اللي كانت تتمناه، والحمد لله. والله شوف، في البدايه الامور يعني كانت متلخبطه شويه. لكن انا رغبتي انه انا ابقى في النادي الحمد لله تحققت. ما كنت اتمنى انه انا اطلع من النادي، بالرغم انه كانت في عروض ومبالغ اعلى من عرض الاتحاد. لكن رغبتي وبقائي في نادي الاتحاد وبين اهلي وناسي يعني هي اللي فرقت معايا. احمد، زمان كنا نسمع بالملايين عقود اللاعبين. شفنا فترة الانتقال الشتوية قل استقطاب اللاعبين للأندية. الأزمة اللي يمر فيها الأندية تأثر عليكم أنتم كلاعبين، تجبركم أنكم تنقصون شوية من عقودكم؟ والله شوف يعني يعني تحديد الحد الاعلى ممكن. يعني انا اشوفه بصراحه انه في اجحاف في حق اللاعب. يعني هذا رزق اللاعب يعني بكل امانه. آه، هذا يعني ممكن انه الفتره اللي تمر فيها الانديه حاليا انه ديون، وممكن هذا الشيء اللي خلى اللجنه الاحتراف انها تحدد هذا السقف. لكن الحمد لله في الاخير انه يعني الواحد يكون مرتاح ويكون يعني في النهايه يعني ما نعرف ايش اقول لك والله انه من الفرحه صراحه. جمهور الاتحاد يعني ما يحتاج انه الواحد يشكرهم او شيء، لانه مهما شكرناهم ومهما تكلمنا عنهم يعني ما راح نوفيهم حقهم. ان شاء الله نتمنى من الجمهور انه يرجع ويساندنا وحنحقق شيء ان شاء الله هذا الموسم.